بسم الله الرحمن الرحيم. هنتابع بقى أهم مواقع ومحركات البحث العلمية. لو أنت هتبحث في شيء في جامعة، بتحضر رسالة، بتحضر ماجستير، يبقى لازم تعرف الحاجات دي. حتى لو مش شرط بتحضر حاجة، لو أنت مثلا الدكتور كلفك تاسكس أو حاجات تبحث عنها وتايتلز وأنت هتشتغل عليها، عندك المحركات ديت هيفيدك أكتر. وفي بقى محركات البحث اللي أنت از سورس للمذاكرة. لو الدكاترة مثلا انت مش فاهم، فتخش بيشرحوا في الموقع اللي قالك عليها دي كويس. اول حاجة عندنا هنا مثلا ايجن فري. ده يا سيدي مش للمذاكرة ومش موقع بحث، لكن ده زي كده منصة كبيرة لتعلم حاجات كتير، فانت بتشتغل عليها في الاجازة. مثلا محتاج تتعلم كورسات لغة، كورسات صيانة، كورسات مثلا employability skills، اي حاجة HR، عايز تتعلم ICDL، كل ده ممكن تتعلم عليه عادي. و يعني I think في حاجات كتير جدا مجانية. مثلا عايز تتعلم برامج، كل الحاجات دي بتبقى من على اللينك ده. في بقى موقع تاني مثلا اسمه PDF Drive. ده هيبقى يعني للناس اللي بتحضر رسائل ودكتوراه اكتر، لان بيبقوا محتاجين مراجع ومحتاجين كتب تبقى معاهم دايما. فدوت منصة يحتوي لأكتر من 89,941,000، والكتب عمالة تزيد وتقل ولا بتزيد دي اهي. طيب، في كل الأنواع وكل المجالات العلمية والأدبية، بس بالإنجليزي طبعا. فده للمعيدين أكتر، يعني للناس اللي بتحضر رسائل الدكتوراه، لكن للطلبة أظن إن ده هيبقى صعب إنهم يستخدموه. في عندك بعد كده مرجع، لا ده ليه قصة لوحده. ده نخش برضو. مرجع هو منصة كبيرة جدا لتجميع المنح العالمية. بتخش وبتشوف انت عايز منحة في مجال ايه، وبعد كده يقول لك بقى المنحة دي بتتطلب ايه بالظبط، هل انت موافق للشروط دي ولا مش موافق. طب لو انت موافق للشروط، يعلموك بقى ازاي تقدم وازاي تروح وازاي تيجي. بصراحة مفيدة كتير جدا، وناس كتير جدا دخلت منح عن طريق هذه المنصة العظيمة يعني. بعد كده في تاني خان أكاديمي. خان أكاديمي ده يا جدعان هو ده كل شيء في الدراسة، بصراحة الدراسة الجامعية. أنا السنة اللي فاتت كتير جدا كانت واقفة معايا حاجات كتير جدا بالهبل في الدراسة. كنت بخش على الموقع ده، طبعا مش هيظهر لك كده في الأول، لازم تنشئ إيميل وبعد كده تخش في كل الفروع تقريبا العلمية بس. سواء مثلا أنت هندسة، رياضة، طب، علوم، كيمياء، فيزياء، جيولوجي، كل دول تخش تبحث على اللي أنت عايزه. مثلا لو قلنا DNA، ظهرت حاجات كتير جدا وفي شرح، وساعات بيبقى كتابة بس، وساعات بتبقى سيريس من الفيديوهات، يعني سلاسل من الفيديوهات بتشرح لك توبيك معين، وبتبقى نفس المحتوى الجامعي، مش اللي هو مثلا كلمتين introduction ولا حاجة ولا as a general، لا محتوى جامعي ودراسي كمان. لكن هيقابلك فيه مشكلة انه باللغة الانجليزية بالاكسنت الهندية، يعني متعقدة من كل النواحي، لكن يعني بتتحل الحمد لله، يعني بنفهم منه يعني اكتر ما بنفهم من الدكاترة بتوع العربي. لكن هو المشكلة مش في الانجليزي، المشكلة انه هيبقى معاك في الاكسنت الهندية، فدي حاجة مشكلة شوية، بس يعني عادي. ده كده خان أكاديمي، وده من أقوى المواقع للشرح الدراسية الجامعية. طبعا كل المواقع دي اللينكات بتاعتها هتبقى في الديسكريبشن إن شاء الله. في بعد كده كابيتال كوميونيتي، ده برضه زي خان أكاديمي كده، بس هتلاقي كتير قوي سيريز مدفوعة، لكن يعني الدفع ده بنحاول نهرب منه صراحة. في بعد كده تيد ده هو أكبر منصة علمية على الإطلاق. 3200 شخص، 3200 متحدث أو سبيكر عن كمية مواضيع لا حدود لها. ده بقى للمعرفة العامة. أظن إن ده مش للدراسة، عشان بتبقى فيها حاجات كتير جدا جامعية مش بتبقى موجودة بصيغة الكتب، مش بتبقى موجودة بصيغة العلم، بتبقى موجودة بصيغة المعرفة بس، اللي هو أنا عايز أعرف ده، لكن مش بتبقى اللي هو مثلا كمذاكرة الفاينل ولا حاجة. لكن خان أكاديمي هو مذاكرة الفاينل. ده بقى ليه ميزة عالية جدا 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 تبدأ ان انت تقدر تختار التوبيك بتاعك، تقدر تختار اللغة، يعني انت تبحث عن اي مواضيع وتختار اللغة عربي مثلا اهي،
طبعا الشرح هيبقى بالانجليزي بس هيبقى فيه سب تايتل عربي. اي حاجه تخطر على بالك اكتبها على ده، هيبقى شرح باستفاضه. لو قلنا مثلا هناك بحثنا عن الدي ان ايه، نبحث هنا كمان عن الدي ان ايه. علماء في هذا المجال، مش شرط بس سبيكرز، علماء بيطلعوا على المنصه دي وبيشرحوا شرح خرافه كل حاجه عن الدي ان ايه والكوندنسيشن والترانسكريبشن والترانسليشن. كل ده شرح يعني خرافي. ده تد من افضل المواقع. في تاني بعد كده ندرس، ده بالعربي بس، ده مش للدراسه الجامعيه، ده اغلبها للدراسه اللي هي زي يعني المدارس. بلس ايه بقى؟ بلس زي ما قلت لكم اللي هي الحاجات اللي انت بتنمي نفسك فيها في الاجازه، زي مثلا صيانه اجهزه الحاسب، مدخل الى شبكات الانترنت، دوره اجهزه وهميه، تعلم مثلا مايكروسوفت. لكن بيبقى بيقابل مشكله وحشه جدا، وان بيبقى فيه اغلبيته مثلا كورسات مدفوعه زي ده كده $19، مش $19 للكورس، $19 للليفل. في بقى مثلا يعني دي مثلا تقول مش هاخده، تيجي تقول لك مجاني، ده كله هتخش مجاني وتتعلق بالكورس وتحبه، بعد كده يجي في نص الليفلات يقول لك بعد كده بفلوس، فانت هتضطر انك تمشي وتسيبه. ده موقع ندرس. في بعد كده ويكيبيديا، واوعى تعمل بحث من ويكيبيديا هتتقفش، والدكتور ايه يعمل فيك البدع بصراحه. لكن ويكيبيديا انت ممكن يعني تدعمها بصور تحب تخش تفهم منها بس يعني، بس ويكيبيديا بصراحه حاجه خرافه برضه، لكن مش حاجه سبيسيفيك ولا حاجه معتمده بصراحه. ده كده الويكيبيديا. موضوع ده بقى لو انت قاعد فاضي مثلا وعايز تتمزج ولا عايز تقرا اي حاجه، خش موضوع. لكن يعني لا انت مثلا يعني لو انت في الاجازه بتقول لي اخش يعني انمي نفسي في حاجات، لا مش ده مجالك. مثلا انت في الدراسه وعايز تخش تبحث عن اي معلومات، برضو مش ده الموقع بتاعك. امال ده ايه؟ ده لو انت مثلا عايز انت دلوقتي فاضي مثلا عايز تقرا حاجه، الحب اهو، الحيوانات، كل حاجه، تقرا عن اي حاجه، خش اقرا عن موضوع. فده هو التثقيف بكل انواعه وبكل المجالات. اي مجال هيخطر عن بالك هتلاقيه هنا في موضوع، يعني لو فاضي يعني. في بعد كده ثوت، موقع ثوت. ده موقع عامل زي ايه؟ هو بص مش علمي، يعني هو المفروض علمي بس مش بنستفاد منه ازعم. يعني هو فيه هو ساينس تكنولوجي ماس اللي هو اختصار كلمه ستيم مثلا. لو دخلنا عليه هو بص هو عامل زي ناشونال جيوغرافيك بس على اكبر شويه. ناشونال جيوغرافيك بدون ترجمه، ناشونال جيوغرافيك بدون يعني بتوسع اكبر شويه، لكن مش حكايه دراسه. ممكن يعني لو انت مثلا عندك توبيك بحث او تاسك بحث، ممكن تيجي تخش من هنا تتفرج على تايتل في البحث تفهم منه. طبعا السيرش هنا لو انت عايز اي حاجه بتخش عليه. لكن ان انت مثلا لو بتحضر رساله او بتحضر ماجستير، ده مش لينك خالص ولا موقعك. لكن لو انت مثلا بتحضر بحث جامعي، ممكن تقدر تخش تبحث عليه من هنا، هو تتفرج على اي حاجه تقدر تفهم منها او تفيدك. لكن لو انت مستعصي عليك فهم شيء، ده برضو مش الموقع بتاعك. في بعد كده رواق، موقع عربي. ده نفس بتاع ندرس بالظبط، هيبقى في حاجات مدفوعه وفي حاجات يعني مجانيه، وفي حاجات تبقى مجانيه ويجي في النص كده يقوم ايه يقول لك لا بقت مدفوعه. لكن يعني حلو برضه. في بقى اقوى موقع واشهر موقع للعلوم في العالم كله هو كورسيرا. كورسيرا ده اقوى موقع في العالم لحد الان. اكتب اي شيء على كورسيرا هيجي لك كتير جدا. ناس بتستشهد، شفت الدحيح كتير هو بيستشهد في فيديوهات يقول لك من على موقع كورسيرا خدت مش عارف ايه كورس شهاده معتمده من على موقع كورسيرا. ده موقع كورسيرا طبعا دراسه بيبقى انجلش برضه. بيبقى في مواقع مجانيه، في اسمه ايه ده كورسات مجانيه، وفي كورسات مدفوعه. لكن الكورس المجاني اذا قال لك عليه مجاني مش هيجي في النص يقول لك ده بقى مدفوع. الكورس المجاني بيبقى كورس مجاني من اوله. وفي بقى حاجه حلوه جدا برضو ان هو يقول لك ايه الكورس ده مجاني، لكن لو تاخد سيرتيفيكت من كورسيرا بتدفع عليها فلوس. وطبعا السيرتيفيكت من كورسيرا معتمده جدا يا جماعه، مش هتقول لي يا عم ده انا واخدها اونلاين، لا مفيش الكلام ده. كورسيرا ده الموقع المعتمد العالمي للعلوم او للتثقيف. لكن حكايه ان انت ده ان دكاتره كتير جدا عندنا في الكليه
كانوا بيتكلموا يقول لك وكان بيستشهد من كورسات هو درسها على كورسيرا. يعني دكتور بيشرح لنا على في الكليه، ودكتور كنت بسمعهم من على اليوتيوب يقول لك وسمعت كام محاضر من على كورسيرا كان بيتكلم ويقول كذا وكذا. فده مش موقع قليل جدا، يعني الناس بتحضر رسائل وناس بتستعين باقوال كتير جدا من على الموقع ده. في الريل ساينس، لكن ده مش قد كده بصراحه، يعني هو موقع عربي تعبان شويه، بس يعني ممكن تستفيد منه لو يعني براحتك. في بعد كده بقى البي في سي ليرنينج انجلش. لو انت في كليه ألسن مثلا اداب انجليزي تجاره انجلش وحابب تنمي الانجلش بتاعك، او انت اصلا بتدرس انجلش ده عليه كل الانجلش ماتيريالز، فده طبعا 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 هيبقى مجالك وموقعك، اوعى تتخلى عنه. كل الانجلش عندك بزنس نيوز، برونسيشن، فوكابلري، جرامر، فيوتشرز، كورسز بالهبل. الانجليزي كله يعتبر على الموقع ده، فده اكيد موقعك لو انت من ألسن او اداب او مثلا الحاجات اللي ليها علاقه بالانجلش، مش انجلش كلغه دراسه، لا انجلش كمحتوى دراسه. فري فور توك دوت موقع انت بتستخدمه عشان تتكلم مع ناس اجانب to practice your language او to your new language. حلو، بس انا بستخدمه في الاجازه بصراحه. انت ممكن بتتعلم من لغه جديده الانجليش مثلا، تخش مع ناس نيتيف سبيكرز تتكلم معاهم، هتستفاد جدا. في ايه تاني؟ دول مواقع فريلانسنج وايجي بيست اهو. ايجي بيست ده اهم من ده كله طبعا، احنا عارفين يعني يعتبر. وموقع هو ام بي سي 2 مباشر، تعالوا نشوف على ايه. هسيب لكم الكلام ده يا جماعه في اللينكات، اوكي؟ تعالى يلا. في بعد كده مواقع فريلانسنج، لكن الفريلانسنج دلوقتي مش اللي احنا بنتكلم عنه. في بقى ساينس هاب، ده من اقوى المواقع على مستوى العالم. ده طبعا احنا كلنا عارفين ان الموقع ده قايم على الهاكر، وان في ناس يعني قايمين على انهم بياخدوا الكتب من الجامعات وبيحطوها على الموقع ده. يعني في هنا هتلاقي مذكرات كتير جدا وابحاث كتير جدا بتتعرض بره على جوجل وبتتعرض بره على مواقع بحث كتير جدا بمئات الدولارز، لكن هنا انت هتلاقيها مجانا مجانا مجانا. بتبقى كلها على اشكال PDF عشان تقدر تحمل وتقرا براحتك. ده طبعا لو انت هتعمل رساله ماجستير دكتوراه، بتعمل دكتوراه تانية، الموقع ده هيبقى من اوائل المواقع اللي انت لازم تستعين بيها. الناس المعيدين يعني اخواتنا المعيدين، لو انت ما تعرفش ساينس هاب لازم تشوف الموقع ده. في بعد كده NCBI ده موقع كبير جدا للبحث العلمي. لو انت مطلوب منك انس اصلا كدكتور، يعني خلينا نعمل تاسك في التاكسونومي تبع الانفرتبريتس وكده، لسه عامل البحث بتاعي من على NCBI ده، واللي هو اللي بعديه باب ميد. يعني انا كنت لسه عامل البحث بتاعي من الموقعين دول. بصراحه الموقعين دول خرافه جدا ولا غنى عنهم في اي مجال علمي اطلاقا. انت عايز تبحث على اي شيء علمي او تكنولوجي او رياضي، خش في ساينس هاب او باب ميد او NCBI. لو انت مثلا في تيم او في ستودنت اكتيفيتيز ومطالب بتاسك ان انت تبحث عن شيء، بس الشيء ده مش از جنرال، عايزين ديب قوي، عايزين تعمق، يبقى عليك المواقع ديت. في بعد كده اسك نيتشر، ده موقع خرافه جدا. اسك نيتشر دي مجله علميه. اسك نيتشر يعني اسال المجله العلميه دي، اكبر مجله علميه امريكيه هي نيتشر. بتكتب اللي انت عايزه بيجي لك مهما كان، وبرضه حاجه خرافه جدا جدا جدا. طبعا الكلام ده كله معتمد 100%، يعني ما تجيش مثلا تطلع معلومه من الكلام ده وحد يشككك فيها ابدا. زي ما قلت لكم برضه الناس اللي في ستودنت اكتيفيتيز وبيطلب منهم تاسكات وحاجات بيبحثوا عنها بسو ديب، المواقع ديت مهمه جدا جدا ليكم. في بعد كده قلنا اسكليشر، ده في موقع فيوتشر، موقع حلو جدا برضه للعلوم، بس العلوم اللي هو زي ايه، اللي هو مش عدا رياضه، يعني العلوم الطبيه، البيولوجيه، الكيمست، لكن فيزيكس والكلام ده والرياضه وماثيماتكس لا، مش موجود في الموقع ده. في لاب روتس ده يعني من اكبر المواقع الطبيه على مستوى العالم، والبيولوجيه، مش طبيه بس بيولوجيه، وتقدر كمان انك تشتري من عليه ادوات طبيه، تقدر برضه تشتري من على الموقع ده. صراحه الموقع ده خرافه جدا جدا جدا. في موقع نسيناه هنا اسمه ستادي،
ده من اكبر المواقع. تعال يقول لك education levels هنا اهو. انت college ولا high school ولا adult education ولا middle school ولا graduated post graduated elementary school pre-K professional development. اخترنا عشان لو عايزين حاجه كل الحاجات تصرف ده احسن اختيار يعني. subject برضو الا لو انت مثلا بتحب شيء معين جدا، ده لكل الجامعات لكل الكليات. عندك في history هو تاريخ، humanities الانسانيه والاتش ار والكلام ده، philosophy وميوزك، social science حلو جدا 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 جدا. ده ليه عايز له قاعده في الاجازه الكلام ده. transferable credit تستمر. لا حلو الصراحه، اصدق انا ما دخلش الموقع ده مع انه عندي. لا الموقع ده حلو، هيبقى نخش ماشي. طبعا برضو لازم تكريت لك ايميل، انا عامل ايميل اهو، لازم انت تعمل ايميل. في بعد كده الموقع بتاع ناشونال جيوغرافيك، ده لو انت عايز تتفرج ثقافه عامه، لكن طبعا مش حاجه اللي هو بحث علمي او مثلا مش هتحضر منه بحث دكتور قالوا لك. ده لو انت مثلا في ستودنت اكتيفيتيز وعايز مثلا تعمل برزنتيشن في فيديوز في الحاجات دي، طبعا عليك وعلى الموقع ده. في الموقع ده خطير للبيولوجي والكيمستري والبايو كيمستري، ده تحفه وحاجات كتير جدا معتمده برضو. والبحث العلمي لو انت بتبحث عن شيء ميديكال تقدر تبحث عليه من الموقع ده. كده اظن ان احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا. finally like if like or dislike like too. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.